أحب أهنئ الإخوة المسيحيين ببدء الصوم الكبير. طبعا بعد عمليات السمنة الصيام مسموح بشكل طبيعي، طالما عدى عليك 3 أو 4 أسابيع بعد العملية تقدر إن أنت تصوم بشكل طبيعي بدون أي مشاكل. طبعا صيام المسيحيين بيعتبر أصعب صيام، لأن هو بيجمع ما بين ساعات الصيام الطويلة زائد المنع من الروح وما خرج منها، فممنوع اللحوم، ممنوع أسماك، ممنوع الألبان. طبعا أول نقطة وأهم نقطة إن ساعات الصيام الطويلة دي إحنا لازم لما نتعرض لها ناخد الكنترولوج أو ناخد برشام المعدة زي النكسيوم أو مشتقاتهم، علشان حمض المعدة ما يتعبش المعدة وما نخشش في التهابات معدة، خصوصا إن الصيام ممكن يمتد لقرابة شهرين. تاني نقطة، طالما إن ممنوع الألبان واللحوم والأسماك فإحنا اعتمادنا بشكل رئيسي هيكون على البروتين النباتي. يعني أكلنا بشكل رئيسي هيكون بقوليات، يكون فاصوليا، لوبيا، خضار مطبوخ. ممكن ندخل بعض البطاطس المهروسة كنشويات معقدة مش هتصعب نزول الوزن ومش هتثبت الوزن بشكل كبير. أهم حاجة لازم إن احنا نحسب دايما سعراتنا، لازم سعراتنا تكون في المنطقة ما بين 700 ل 1000 سعر، لأنها لو زادت عن كده هتلاقي ثبات كبير في الوزن هيحصل، خصوصا لو احنا لسه عاملين عملية السمنة قريب ومحتاجين إن احنا ننزل وزن بشكل كويس. طبعا طالما ان احنا دخلنا نشويات ما ينفعش نبقى في نفس الوقت مدخلين دهون وبكميات، فاحنا لازم نبعد عن الحاجات المقلية. ما ينفعش اكلنا يبقى بطاطس محمرة وبتنجان مقلي وحاجات كلها زيت وكشري، نقلل ده للحد الادنى. اكلنا يكون بروتينات بشكل كبير. اكل البروتين مهم لمنع تكسير العضلات. هو اكبر تحدي بيكون في الصيام ده انك تحافظ على نسبة العضلات في جسمك، فده بيكون عن طريق تزويد قوي البروتين النباتي زي البقوليات، المشروم، فول الصويا والحاجات اللي بتحتوي على نسبة بروتين عالية، والعدس والفول. وممكن برضو نساعد معاه بالواي بروتين، في واي بروتين نباتي بيكون مستخلص من بروتين الصويا. اهم تحدي خلال فترات الصيام ان احنا وزننا ما يزيدش. يعني لو طلعنا من الشهر او الشهرين دول بس محافظين على وزننا ده انجاز كافي، لان مجرد ما انت ما بتبدأ تدخل نشويات وبقوليات نزول الوزن للأسف بيكون معادلة صعبة. فالمهم ان احنا نحافظ على وزننا خلال الفترة دي ونحافظ على الكتلة العضلية بتاعتنا. وكل سنة وانتم طيبين وبخير وبسعادة.